أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضطراب جوي من متوسط الفعالية سيمتد نحو المدن الوسطى. بالدرجة الأولى سيكون على المدن الساحلية الشرقية للوطن، وسيمتد نحو المدن الوسطى بداية من الظهيرة إن شاء الله، وسيبقى أقل حدة مع أواخر ليلة اليوم إن شاء الله على الجهة الغربية للوطن. هذا الاضطراب يعني سيكون كما قلنا متوسط الفعالية، سيكون مرفوق بأمطار تكون نوعا ما خلال صبيحة على شكل قطرات متفرقة إلى أن تزداد حدتها بداية من الظهيرة إن شاء الله. راجع للاضطراب، هذا الاضطراب الجوي راجع لتشكل يعني كتل هوائية باردة على حوض البحر الأبيض المتوسط، ستمتد نحو الجهة الشمالية خاصة الساحلية منها والقرب من السواحل، مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة بداية من أمسية اليوم. أما على باقي الولايات الجنوبية نوعا ما شمال الصحراء وتمتد نحو وسط وأقصى الجنوب تقريبا أجواء فيها مع الظهيرة ستبقى على أغلب الولايات صافية على العموم. بالنسبة لدرجات الحرارة إذن كما قلنا ستبقى نوعا ما منخفضة بداية من أمسية اليوم، ولكن خلال الظهيرة إن شاء الله ستتراوح ما بين 26 حتى 27 درجة على المدن الساحلية والمدن القرب من السواحل. أما على المرتفعات كأعلى مقياس يقدر ب 25 درجة. بالنسبة للجهة الجنوبية أيضا ستعرف انخفاض محسوس في درجات الحرارة خاصة على أقصى الجنوب، وتتجه نحو الجهة الجنوبية الشرقية للوطن أين لا تفوق فيها درجات الحرارة عن 40 درجة، 42 درجة فقط كأعلى مقياس على وسط الصحراء، 33 إلى 37 ما بين بشار وتندوف. أما خلال الأمسية إن شاء الله كما قلنا هذا الاضطراب الجوي سيتواصل دائما، سيزداد حدة على الجهة الشمالية الشرقية والوسطى خاصة الساحلية منها والقرب من السواحل، بينما سيبقى أقل حدة على الجهة الغربية للوطن. ستتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المدن الداخلية الشرقية والوسطى التي بدورها ستكون مرفوقة بأمطار تكون تحت وقع رعود. بالنسبة للجهة الجنوبية تقريبا نفس الأجواء فيها، أجواء من غائمة جزئيا إلى صافية على العموم، ولكن درجات الحرارة إن شاء الله كما قلنا بداية من أمسية اليوم ستعرف انخفاض محسوس خاصة على الجهة الشمالية للوطن. أما كأعلى مقياس سنسجله يقدر ب 27 درجة ستكون بعين قزام بأقصى الجنوب. أما على الجهة الجنوبية الشرقية لا تفوق 18 درجة، 19 ببشر، 21 بتندوف، 24 سنسجلها ما بين أضرار وعين صالح. بالنسبة للجهة الشمالية كأدنى مقياس يقدر ب 8 درجات ستكون على المرتفعات الشرقية والوسطى 10 درجات فقط بالغربية، بينما على المدن الساحلية كما قلنا ستعرف تراجع لا تفوق 15 بالسواحل الغربية للوطن إلى أن نسجل ما بين 13 حتى 14 درجة بالعاصمة وصولا بأقصى السواحل الشرقية. بالنسبة لحالة البحر إن شاء الله بحر مضطرب مع الظهيرة إن شاء الله على السواحل الوسطى والغربية، وسرعة الرياح فيه أحيانا ستفوق 30 كم في الساعة وستبقى تحت تيارات شمالية شرقية، بينما البحر سيبقى قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الشرقية للوطن. سرعة الرياح فيه ستتراوح ما بين 20 حتى 25 كم في الساعة، أحيانا ستفوق 25 وستكون تحت تيارات شمالية إلى شمالية غربية. بالنسبة لوقت غروب الشمس إن شاء الله بالجزائر العاصمة وضواحيها سيكون على الساعة 6:17 أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.